بسم الله الرحمن الرحيم. يا خوتنا أيها الشعب الجزائري، حبيت نقول لكم كلمة عاجلة في هذه اللحظة، في هذا الوقت اللي الحمد لله ربي راه رزقنا بالشتاء وراه رزقنا بالثلج وأغاثنا، الحمد لله يا ربي، الشكر لله. وإن شاء الله مازال خير كبير يجينا هنا في الجزائر. يا خوتنا الجزائريين، نكرر لكم ونعاود لكم يا خوتنا، راهم إخواننا في غزة راهم معاناة كبيرة، وانتم راكم عارفين ورانا حكينا في الكلمات اللي فاتوا. يا خوتنا راهو البرد كثير وراهو زاد الآن المنخفض وزاد عليهم الشيء وزاد ضياقة عليهم. يا خوتنا الجزائريين، انتم أملهم وانتم إخوانهم وانتم أحبابهم وهما يعشقوكم. وشفتوا شفتوا الفلسطيني اللي قال لهم غطيوني بالعلام كي نموت، غطيوني بالعلام تاع الجزائر. يا خوتنا الجزائريين، نكونوا في المستوى يا إخواننا. احنا رانا دايرين مشروع تاع الفرصادة تاع الزورة تاع البطانية، هذا الأيام رانا حابين نوزعوا البطانية في غزة وفلسطين بقوة، ماذا بينا تشاركوا فيها. الحمد لله بعد ما أعلنت على المشروع الأسبوع اللي فات، بعد الانتهاء من مشروع الدفاية تاع القرعة تاع الغاز واللي ساهمتوا فيها بقوة وكانت ناجحة، وراكم شفتوا الفيديو، ندعوكم باش تشوفوا الفيديو وتشوفوا الصور. كان يعني المشروع ناجح بزاف ولقى فرحة كبيرة في أواسط الشعب تاع فلسطين، شعب غزة، وشكركم وتمنى تتكرر هذه المشاريع في كل لحظة. وشفتوا المعاناة ودخلتوا للبيوت، نقلناكم الصور من قلب البيوت ومن قلب ديار تاع الفلسطينيين، وشفتوا المعاناة بعينكم. غنية عن التعليق، ما تستحقش باش احنا نعلقوا ونقول لكم، راكم عارفين يا اخواننا، يا اخواننا في الجزائر، ساهموا معنا في هذه الفرصاده. الفرصاده تسوى 500,000، ماذا بينا كل جزائري يشري وحده ولا زوج ويتبرع بها. اخواننا اتصلوا بيا، اتصلوا بخوكم ابو اسامه، وان شاء الله وبعثوا المبلغ اللي يكتبوا ربي، لان لازم تبعثوا مبالغ، لان فيه بعض الجماعه في الجزائر جمعوا لي الفراصد، فما كاش كيف نوصلوها هذه الفراصد الى غزه، وهي تستقى منا يعني اغلى مما نشروها في غزه. فماذا بينا تبعثوا لنا دراهم وحنا نبعثوا لاخواننا دراهم وهم يشريوها من غزه ويشريوها من الاراضي المحتله ويوزعوها على المساكين والفقراء والمحتاجين والبردانين. يا اخواننا كونوا في المستوى. وكاين البعض قالوا لي علاش شريت فرصاده تاع 500,000، على ما درتش فرصاده تاع 200,000 و300؟ يا خاوتنا هادو ناس راهم يرابطوا على اغلى شيء يملكوه المسلمين، اعز شيء عند الله سبحانه وتعالى، على بيت المقدس. كيف نشريو لهم فرصاده تاع 200,000؟ فرصاده تاع 200,000 ما تسخن ما تدفي. شرينا لهم فرصه تاع 500,000، ولو كان كاين تاع 800,000 نشريو لهم تاع 800. ماذا بينا، هادو ناس غاليين وما يستحقوا غير الغاليين، وانتوما يا جزائريين ناس غاليين، وانتوما نتاع عزه. وكي انفقوا من الشيء المليح عندكم العزيز عندكم، لان سلعه الله غاليه والجنه غاليه باش تدخلوا الجنه. يا اخواننا اتبرعوا وزيدوا وربي يزيد لكم ويرزقكم يا اخواننا، ويضاعف لكم في خيراتكم، والله يحفظكم في اهلكم وولادكم ونساكم وولادكم ووالديكم ومالكم وصحتكم واوقاتكم، يبارك لكم فيها كما عاونتوا اخوانكم ووقفتوا مع اخوانكم. ايها الشعب الجزائري، اخواننا في غزه، كاين بعض العائلات وصلني امس خبر قد ابكاني كثيرا، وهو فيه عائله تاكل الفيران. تعرفوا واش تذبح الفيران صغار، تصطاد الفيران وتطيبها للاولاد وتاكلها. هل ترضاوا لخاوتكم هذا الشيء؟ هل ترضاوا لخاوتكم هذا الشيء؟ يا مسلمين، كيف نواجهوا ربي؟ كيفاش نتلاقاو مع رب العزيز؟ كيفاش نقولوا له واحنا هنا نعبثوا بالاموال، هنا نرميو في الاموال في الشيء اللي ما يستحقش والشيء ما يفيدش. يا خاوتنا انتم مسلمين، انتم قلوبكم رحيمه، كونوا مع خاوتنا وامنا فيكم كبير كبير كبير. كونوا احبابا لله، كونوا مع احباب الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وما نطولش عليكم، والله يرضى عليكم في الدنيا والاخره، والله يعطيكم من خيراته وربي يبارك فيكم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.